مع النحات العراقي احمد البحراني في وكاله كنوز دياله. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا، يا مرحبا. الله يحفظكم، أستاذ، الله يسلمك، لي الشرف والله. حبيبي الله استاذ، يخليك. اليوم حضورك في مهرجان دولي الاول، النسخه الاولى للافلام السينمائيه. حدثنا عن المهرجان. يعني ملتقى جميل، وملتقى بغداد محتاجه الى هكذا ملتقيات والى هكذا امسيات لكي ترسل رسائل للعالم انه بغداد بخير، بغداد لا تزال وستبقى، ولا مدينه حيه، مدينه لا تموت رغم كل الظروف اللي مرت بها، ولكن بغداد دائما تقول كلمتها في النهايه الجمال، بغداد المحبه. كم هائل من الضيوف العرب وبعض الأصدقاء من دول غير عربية موجودين اليوم ويانا، وهذه رسالة للعالم كله أنه بغداد ترحب بكم من جديد. حضرتك استاذ المصمم او النحات للجوائز. نعم، أنا تشرفت بتكليفي بتصميم جائزة المهرجان وتنفيذها، وإن شاء الله تذهب إلى من يستحقها. نعم. والحمد لله وفقنا بتقديم جائزة مميزة إن شاء الله تكون بمستوى أو حسن ظن الجمهور وحسن ظن اللجنة المنظمة. نصيحتك للطلبة وللشباب اللي مشاركين بالمهرجان؟ العمل السينمائي عمل جماعي يحتاج إلى جهد، يعني مجموعة، ويحتاج إلى دعم، ويحتاج إلى صبر وإصرار من صناع السينما، لأن المادة الموجودة بالعراق مادة دسمة جدا، مواضيع مهمة جدا، وأنا واثق لو اتيحت الفرصة الحقيقية، وهذه رسالة أتمنى من خلالكم، من خلال كل الإخوان اللي أجريت معاهم لقاءات، أتمنى أن ينال شبابنا الدعم الكافي لتقديم سينما تليق بالعراق، لأن العمل السينمائي يحتاج إلى دعم مادي، دعم معنوي، وأنا واثق ومتأكد أنهم قادرون على تقديم أفضل ما يمكن. شرفتنا حبيبي استاذ. الشرف حبيبي استاذ. تحيات خاصة لديالة وأهل ديالة، الحبايبي وأصدقائي وزملاء دراستي، وهذه المدينة العزيزة على قلبي. حبيبي الله يحفظكم، الله يسلمك.